الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفردوا الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفردوا النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كانوا من الكاذبين الضالين فنزل من حميم وتسلم جهيم إن هذا له عن كل يقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم اسن وجوهنا باليسار ولا توحنا بالقدر ونسترزق طالب رزقك ونستوى شرار خلقك ونسأل بعد من أعطى ونبتلى بذنب من معنا وهذا من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن اللهم كن ننشد وجهنا نسجد إلا لك فسرنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك ويافدك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك من سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسداك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تهوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا ربي
ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعيش. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ويغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وسلم. الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام
السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أفضل الأنبياء السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أفضل الأنبياء
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وضوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكداره الكسرى. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود. صلى الله عليه. فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. الحق الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه. ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر إذا صل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. على قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. وترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه الإيمان قواعده وتالو عن اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه محمد العبد الصادق في قوله وفعله والبلغ عن الله ما أمره بالتبالغ لخلقه من فرضه ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه منة تكرم الله بها على البشر وما وسعها من نعمة إن تصرصرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وسلم في قلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمات لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه وصل عليه به فينبسط في قلب نرسل تعلقه به وهبه واكتبها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه برسول الله والبدوي العدوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي
وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد، فلما تألقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانطلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحزن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به ما خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهور وبار، فتعلقت همة الراقب لهذه الحروب بأن يركم في هذا القنطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لن تبي بعشر معشار يوصف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتألقين بهذا النور المبين، وإلا فأن لا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأكنام، ولكن هزني لن تدوين ما فيت من أشرف المخلوقين، وما قرب الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت راية بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج التشوق إلى سمي صافيا العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي أحسن الشمائل. وهنا حزر أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. إذا شرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة.
فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق في السند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرنا أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. فلما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاد من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم به الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأم الذي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم صلوا على نور الذي عاج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم.
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا حاضرين يعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين يعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا من حضر النبي خير البشر 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 وتناله القمر وتناله القمر والغزل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. أضاك الجمال الله الجلال أضاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين يا بديع بلغ
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبي ويمسي في سرور وابتهاج بدور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه قريش نطقت بفصيح العبارة معلة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم متضمحة بذر الفرح بملاقاة أشرف البرية ودروس الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنكله في البطون والدهور صلى الله عليه التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك صلى الله عليه. قرب ولوة هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. إلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. قدرته كشف الكناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند هذه الأمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصر وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
fil has ala da'wah ila Allah wa nashril ilm wa hubbis salihin wa makanatul masakin. Qala radhiyallahu anhu yaumaz tsulasa 10 Rabiul Tsani tahun 1323 Hijriah bi Anisah madrasal isnain madras azim dzakarna nas min tarafil masakin ay fi sya'nihim qulna lahum khalluhum ya'kuluna min kharif ay rutab la tamanna'uhum irhamuhum yarhamukumullah wala habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni min zumratil masakin i'lamu anna martabah azimah ma'al masakin ma qal uhsyur masakin fi zumratih bal qal uhsyurni fi zumratil masakin yakfil masakin fakhran law qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam uhsyur masakin fi zumratih fa kaifa illa yawm lamma qala uhsyurni fi zumratil masakin hubbul masakin fan nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhum. Pada malam Selasa 10 Rabiul Tsani tahun 1323 Hijriah di Anisah. Anisah itu tempat majelisnya Habib Ali Habsyi. Namanya majelisnya Habib Ali Habsyi itu dinamakan Anisah. Beliau mengatakan, kalau seandainya kamu mempunyai pohon kurma, biarkan orang-orang miskin untuk memakannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Sopo sing wani dungong ini? Ayo. Ini menunjukkan, katanya Habib Habsyi, ini menunjukkan bahwa orang miskin itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ya Allah kumpulkan aku bersama orang miskin. Bukan ya Allah kumpulkan orang miskin bersamaku, bukan. Tapi diwali, ya Allah kumpulkan aku bersama orang miskin. Bukan ya Allah kumpulkan orang miskin bersamaku, tidak. Tapi ya Allah kumpulkan aku bersama orang miskin. Makanya ontong dari orang melarat. Nggih, ontong dari orang melarat. Tak nyaman, Beb. Mau nyaman nek kepengin sukses nek telok, Pak. Di pese banyak, anak sing soleh, keluarga sing baik, uangnya buat untuk kebaikan, mereka namanya makanya cuma Kanjeng Nabi mengatakan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Al-Imam Ghazali mengatakan man jalasa ma'al aghniya zadahullah hubbad dunya. Siapa orang sing sering tojuk bi orang sing banyak pese, orang sugi, maka Allah akan menambahkan kepada dia cinta kepada dunia. Otomatis lah. Panjenengan tojuk bi orang sing di pese, ceritane nek pese. Kau boleh wingi tuku sabe. Kau boleh wingi tuku motor regane 300 juta. Otomatis panjenengan sake ate. Montoju bi orang melarat nyaman sobung ceretan nah. Di rokok setung bagi luru beres. Di rokok 2 setung setung tak di sobung cerita. Insyaallah manfaat. Amin Allahumma amin. Rabbi manfa'na bi barakatihim wahdinil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من درر الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال وتشاهى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافدين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأما ببركاته وشريف بجاده أولادنا والدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين
واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد مدايد من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بذاتك وصدق في خدمتك قائمين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نهدم هذا الدعاء المالسم الضرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي سر الفاتحة.